صلوا بينا على النبي. احنا الاسكندرانيه لما نعوز ناكل اكله سمك رايقه ما بنروحش اي مطعم، بننزل سوق الميدان. يا جدعان دلوقتي على البحر، احنا هنبدا نخش سوق الميدان. انت ممكن تخش من المنشيه او ممكن تخش سوق الميدان من بحري. جوله السمك في سوق الميدان مفيش اسكندراني ما جربها، حاجه كده متربيين عليها، وسواء كنت منين احلى اكله سمك. دلوقتي داخلين لسه في اول سوق الميدان. سوق الميدان زي ما قلت لكم هو طويل جدا. معانا الراجل ده يا جماعه تور جايد هنا، هو عارف الدنيا وهو عارف الناس صراحه، فهو هيساعدنا كتير. سمكة المحلات الحر دي محلات حر دي. اسمها اسم تاني، اسمها سمكة الجيتار. الجيتار ايوه عجمية. سوق الميدان هتقابل كل انواع الناس، اللي رايح يجيب اكله سمك غاليه قوي واللي رايح يجيب اكله سمك يزق بهلي. اكلنا يا باشا. عندك بوري، بربون، محرات، صبيط، جمبري. احنا في ارض السمك. يا جدعان دلوقتي انت اول السوق بيبقى معظمه بتوع خضار الاول كده، بعد كده بقى بتخش بقى في السمك بقى وفي الطينه. الواحد لازم يجينا بكزلك. يا جدعان جميع انواع السمك. مساء الفل يا ابو حميد. أؤمر وانا نفسي. ده الطبار. ده الطبار تمام. وده البوت. ايه الفرق طيب بينهم غير الشكل والكلام ده؟ الشكل البوز بس. طب شوف احنا عايزين 2 وسط كده. ماشي يا جدعان. دلوقتي هنروح عايزين جندوفلي، بس اللي ورا ما عندوش، هنجيب من واحد في فرشه. ده جندوفلي بلدي صح؟ وده ايه ده؟ مش بلح بحر، ده حي. كده جبنا الجندوفلي وجبنا السمك البوري. عايزين نجيب محرات، عايزين سكبيت كمان. كل اللي انت عايزه في السوق موجود، بس لازم تروح لحد مضمون او تكون بتفهم في السمك قوي قوي كمان. احنا عند احسن حد ممكن تشتري عنده سمك في سوق الميدان كله، الحاج محمد فاروق، محل عباد الرحمن. الناس بتشتري من عندنا المطاعم كيلو الجمبري ب 450 و500، يروحوا يبيعوا لك هم ب 1800 و2000. نفس اكله السمك اللي ممكن تدفع فيها كتير قوي في اي مطعم، هتروح سوق الميدان هتجيبها من المنبع وبربع سعرها او نص سعرها مثلا. سكبيت بلدي متنضف على القلب، لاي حد ب 500 زي ما انت شايف كده. تسلم ايدك. تأمرني هطلع لك قد ايه حضرتك؟ احنا عايزين برضو على قد 2 كده. شوف يا باشا دول كام؟ دول قد ايه؟ دول حلوين دول اللي انت عايزه. محرات احلى حتتين محرات. تسلم ايدك. بص اهو يعني هتنقي السمك اللي انت عايزه وتختار طريقه السوا اللي انت عايزه، مقلي، طاجن، مشوي، زيت وليمون، واي حاجه تخطر على بالك. بص حضرتك، احنا هنعمله البوري ده سنجل والبربون قلي. الجندفلي ده طبعا هنتعمل خالص. صبيت نعمل لك نص قلي ونص طاجن. ماشي تمام. والفيليه ده ممكن نعمله قلي او شوي على الجريل. عايز راس وديل نعمل لك راس وديل. لا خليه راس وديل احلى. حضرتك اللي انت عايزه. تمام. انت الراجل الشاب حبيب الملايين الشوايه. انا كلمه سعيد. احنا ده هنعمله راس وديل. الجمبري راس وديل. ماشي. ودول هنعملهم على الجريل المحرات. اعمل لك محرات على الجريل الريكس وهتشوف وانت عريس. ماشي يلا بينا. استاذ محمد احمد. والاثنين البوري عايز واحده سنجاري وواحده شوي زيت وليمون. الجندوفلي ده هنعمله خلطه. وهنعمل السكبيت نص طاجن ونص قلي. والبربون مقلي بقى. في بربون عايزين بقى 2 رز وبتنجان وطحينه والحاجات دي. بصوا يا جدعان، هو الميزه هنا ان انت ممكن تجيب سمك من اي حته وتروح تسويه. في ناس هنا موجوده بس عشان تسوي الاكل وعشان تسوي لك السمك بطريقه السوا اللي انت عايزها. تمام. بس احنا جبنا وسوينا من عند نفس الحد، يعني هو عنده مكان ورا للتسويه بيديك بقى السلطات والرز والحاجات دي كلها، فانت مش هتلف ومش هتحتاس يعني. دي حنيشه دي. احنا هنا سوق ميدان بحري على قمه الشمرلي. هنا سوق ميدان، هنا رخيص، سمك رخيص جدا، بيجي لنا من كل المحافظات عشان السمك رخيص وكل حاجه. فالحمد لله احنا لنا ضمير في اي حاجه. احنا اسكندريه اصل السمك. ايوه بحري، هي بحري عروس البحر، خلي بالك. اسمه وليد ابو العزم. حبيبي يا باشا. يلا بينا. خلوا توم. ماشي. حط عليهم الحاجه اول ما بتخلص. الحاجات المقليه تحط عليها الخل والثوم. تتهوى عشان ما تتراش، ولازم تتهوى الاول. ده جمبري قلي راس وديل. احلاه في القلي راس وديل. الشوربه ما ينفعش. الجمبري الكبير يبقى الشوربه اللي هو الهزاز. ده جمبري اماراتي احلاه قلي راس وديل. وعندنا سبيت هنا مقلي، ممكن يتعمل الدهور قلي والروس طاجن، وبربون قلي خل وتوم بساريه. دنيس او روس اتحط عليه خل وتوم، بولتي خل وتوم. جمبري اللي هو الصغير العقر اللي بيتعمل كفته، ده بيتحط عليه خل وتوم في القلي.
احلى حاجه، وهنا كل حاجه رخيصه والله ربنا يعلم. عباد الرحمن، اسماك عباد الرحمن، الحاج محمد فاروق والمعلم مادي والمعلم حازم، معلم حازم واحمد سلام وباريزا، هو اساس القلايه هنا بس خلاص بس. ده روس طاجن اللي هو بتاع السبيط، يعني احنا بنعمل الروس طاجن والدهور ايه؟ والدهور اللي قل مش تاخد وش احمر جوه. كده جبنا كل حاجه استوت وكل حاجه خلصت. احنا بس عايزين نقعد على البحر بقى قاعده رايقه، الدنيا زحمه رغم ان الدنيا النهارده المفروض كده هاديه. على المراكب بقى بحري. بصوا يا جدعان، احنا جينا على البحر على الرمله على طول في بحري. الجو عندنا في اسكندريه حلو قوي عشان ناكل اكله سمك حلو. انا متحمس عامه. احنا جبنا 2 بوري، واحده سنجاري واحده مشويه زيت وليمون. دي السنجاري ودي المشويه زيت وليمون، ودي المحرات اللي معموله على الجريل بالزبده. قسما بالله يا جدعان تحفه ولا نص غلطه بصراحه. سمك حلو، سمكه كبيره تحفه. حته بالتتبيله دي، ايوه. ده المحرات اللي معموله على الجريل اللي حط عليه زبده. اول مره اشوف ده. انا بصراحه باكله دايما مقلي بالتومه بصراحه يعني. انتوا عارفين يا جماعه السمكه المحرات دي اللي هي السمكه اللي انتوا بتشوفوها لها فيديوهات بتبقى بتضحك ومون فيس كده، هي دي. ده يا جماعه البربون اللي هو العرايس اللي هو الصغير خالص، شكله تحفه عامه. يا جدعان هو بيتعمل وبيتحط عليه بعد ما بيتقلى تومه كده، بيبقى جامد قوي. الرز ده فيه منه كبير وصغير يا جماعه. ده الصغير اللي ب 15، عايز اوريكم الكبير برده اللي ب 30 اللي هو ده. ده طبق ضخم جندفلي بلدي. اهوكم مع واحد الجندفلي. المنظر عامل ازاي؟ مش طبيعي. دي مقليات الراس وديل المفروض. ايوه الجمبري يا جماعه الراس وديل. لقمه العيش دي تعالى هنا كده، تاخد معاها واحدتين السكبيه، هتحطهم كده. واحده البتنجان اللي بالتومه، قرن الفلفل ده. والله يا جدعان ده السندوتش اللي يتقال له اكاد من فرط جماله اذوقه، والله العظيم ما بهزر. تحفه بامانه. عايز البنجر، بحب البنجر انا قوي الصراحه. هو ده. بس كده انا كده خلصت الحلقه بتاعتي. تجربه اكله السمك في اسكندريه من سوق الميدان من عند محمد فاروق ما تتفوتش. هي ما ينفعش تتفوت، تمام؟ اسالوا بقى هناك على احمد فاروق، ده الجنريشن اللي تحت محمد فاروق، تمام يا جدعان؟ قسما بالله اكله سمك ما هتاكلوا زيها في الدنيا، مش تاكلوا زيها. صعب تيجي تاكل على الفيو ده قاعد في نص البحر حرفيا، قاعد باكله سمك زي دي، حاجه معموله على ابوها وما تتبسطش. دي حاجه صعبه. جوله شراء السمك في سوق الميدان جوله حلوه ممتعه، الموضوع فيه بهدله شويتين بس انتوا هتتبسطوا. يعني انتوا هتعيشوا اكسبيرينس كلها على بعض. لا انتوا هتتبسطوا جدا كمان. انا محمد احمد، مش تعملوا لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي كلها. هكمل انا اكلي. اقفل يا عم.